بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ أنا أم أحمد ودي قناتي قناة عيون للطبخ. لو أول مرة تشاهدوها فضلا وليس أمرا بقى منكم حبايب قلبي كده، حطوا اللايك وكمان شيروا الفيديو لإخواتكم وأصحابكم وكل حبايبكم. وكمان لو ما اشتركتوش لسه اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم منه كل فيديوهات جديدة بنزلها. تمام؟ تمام. طيب هتعملي لنا ايه بس ام احمد؟ النهارده هنعمل مع بعض كده فيديو حلو قوي بجد. يعني انا اول مره اعمله بس بصراحه عجبني جدا، وقلت برضه اقول لكم عليها لان كتير من اصدقائي وحبايبي بيثقوا في كلامي وبيثقوا فيا والحمد لله، وده من عند ربنا يعني. طبعا عارفين كلنا التوم وسط سعره للسما. يعني ما شاء الله كده راح انطلق يعني انطلاقة غريبة قوي، وكمان كان اختفى من السوق وما كانش موجود. وطبعا كل سنة بجيب كميات كبيرة وكانت بتفيض نصها وبيفرغ وبرميه. بس الحمد لله يعني عرفت اوصل له وجبنا يعني واشترينا. ربنا يخلي ليا اصحابي جابولي اتنين، جابولي الست ام اسلام والست ام مين استنى ما افتكرك عشان اقول ست ام علا. تمام، ربنا يخليكم ليا يا رب ويخليكم ليا احلى اخوات. جابوا لي توم. طبعا كمان بعد ما شحت كتير من اصحابي في الشغل قلت لهم بصوا كل اللي خازنين التوم كده تجيب لي الراسين، وبدأ الكل يجيب لي وصعبت عليهم وجابوا لي، فالحمد لله طبعا لميت كمية حلوة قوي. واستحالة بقى طبعا ان انا افرط فيها واسيبها تبوظ. فكنت بشوف الناس كتير على اليوتيوب وكده بيعملوا تخزين التوم، فانا كنت دايما اقول لهم انا بحب اعمل التوم فريش، خلاص ان انا اجيب الفصين ثلاثه اقشرهم واعملهم في نفس الوقت. فطبعا عشان اسيبهم بقى ويقعدوا معايا الفتره دي فالتوم هيبوظ وهيفرغ وهيترمى وخلاص كده وخسرناه. وطبعا احنا مش جايبين كميات كبيره زي المره اللي قبل كده او السنين اللي فاتت. فالمهم انا قلت اعمله معاكم فيديو، وجبت التوم قشرته زي ما انتم شايفين بالكميه دي. انا بحب اقشره الاول كده بالسكينه من غير ما ابله في ميه ولا اي حاجه، وهنا قشرت كميه التوم اهو زي ما انتم شايفين. وبعد ما قشرتها غسلتها. وبعد كده هجيب فوطه بقى وهفرش التوم كده، هفرشه على الفوطه عشان ينشف تماما. اهم حاجه لازم التوم ينشف تماما. انا شفت ناس بتغسله قبل ما تقشره، خلاص لا انا مش بحب اغسله قبل ما اقشره، انا بقشره الاول على الناشف وبعد كده بقى اغسله تحت الحنفيه عشان بيبقى فيه قشور وكده بتطلع بقى وبتعوم على الميه وبتطلع. وافرشه زي ما انتم شايفين كده لغايه لما ينشف. وبشرط بعد لما بتفرشيه على الفوطة لازم بصي تخلي كده فص جنب فص، ده فصوص من الذهب يا جدعان. اوعوا تستقلوا بيها وتستهونوا بيها. بصوا احنا هنكون حريصين جدا جدا على التوم السنة دي، يعني كل اللي عنده شوية كده يعملهم بالطريقة دي يستفاد بيهم أحسن، بدل ما نسيبه ويفرغ ويبوظ مننا زي كل سنة. والله العظيم والله العظيم السنة اللي فاتت كنت مخزنة كمية كبيرة لدرجة ان انا رميت نصها واحنا بنروق ترويقة العيد وكده، كان في نص شكارة رميتها مفرغة، بس كان الحمد لله استخدمت منه واتبسطنا وخلاص. يعني كان الموسم الجديد بتاعه اصلا طلع. فطبعا السنة دي احنا مفيش كميات كبيرة لانه وصل ل 30 و40 جنيه، فاحنا جايبين يا دوبك كميات كده على القد. فاحنا خلاص زي ما قلت لكم اهو فرشناه واحدة جنب واحدة لغاية لما نشف خالص. هنبدأ نعمل ايه بقى؟ هنجيب الكبة بتاعتنا. تمام. طيب ما عندكيش كبة اعمليها في الخلاط، اعمليه في الخلاط. طيب لو مش هتعمليه في الخلاط ممكن تحطيه في برطمانات ازاز، لا بلاش ازاز، برطمانات بلاستيك او في اكياس، وبصي اربطيها وحطها في الفريزر. بس عايزه اقولك انا جربت الطريقه دي والطريقه دي خلاص. انا جربت ان انا اقشره واحطه في برطمانات واعينه واطلع ساعه الاستخدام كده الفصين ثلاثه افرمهم. لا لقيت طريقة الفرم دي احسن بكتير من ان اسيبه حب. طيب تعالوا بقى نشوف الاول بعد ما حطيناه في الكبة كده التوم كله هنحط ايه. هنضيف عليه معلقة كده من الملح، معلقة كبيرة او معلقة ونص حسب كمية التوم اللي انت هتحطيها. وهضيف عليها كمان معلقتين اتنين من الزيت بس. الزيت ده بصوا زي ما تقولي لما بيغلف التوم كده ما بيخليش التوم بتاعك يصفر ولا يتأكسد منك، بيخلي لونه طبيعي خالص مع معلقة الملح دي. مهما يفضل معاكي في التلاجة شهر اتنين تلاتة اربعة
بيفضل زي ما هو على لونه وعلى وضعه. انا فرمته هنا في الكبه ما شاء الله زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وحاولي ما تقرصيش عليه قوي وانتوا بتفرميه، يعني ما تنعمهوش قوي، خليه كده يعني كانك دقاه في الصلايه يعني. طيب وصلت معايا لغايه هنا، حط لايك بقى حبيبه قلبي بالله عليك، يعني ما تنسهوش، يعني ما تسترحيش معايا كده وتنسى تحط اللايك. ماشي. طيب هنعمل ايه بعد ما فرمناه بقى؟ طبعا في ممكن يكون عندك قوالب سيليكون، لو عندك القوالب السيليكون اللي هي زي بتاع مكعبات التلج دي تقدري تحطيه فيها وتعمليه على شكل مكعبات. طب انا ما عنديش مكعبات السيليكون دي، بس عندي مكعبات التلج بتاع التلاجة بتاع المية. فطبعا مش هينفع احط فيها توم لان انا بعمل فيها مكعبات تلج عشان بحطها مع العصاير وكده، فمش عايزاها تاخد ريحة التوم. هعمله ايه بقى؟ في الاسهل حاجة خالص اللي معايا في الكيسة. طيب ما عندكيش اكياس تلاجة؟ برضو عندك برطمانات العسل الفاضية الجميلة دي، تكوني غسلاها ومنشفاها كويس جدا تعبيه فيها. تمام. انا عامله قبل كده ومعبيه في البرطمانات وقافلاها. بس تخيلوا او تصدقوا احسن طريقه عجبتني برضو، انا عندي في البرطمان وعندي وعملت الكيسه ده، دي احسن من البرطمان كمان، وهقول لك ليه. طيب انا بعد ما حطيته كده في الكيس ببدا ابطط عليه كويس كده واخليه السمك اللي انا عايزاه، اللي هو الارتفاع السمك اللي انا عايزاه. طبعا كل ده في ايدك انت وانت بتشتغلي. وبفرغ منه الهواء خالص وبفرده زي ما اتفقنا وبخرج الهواء. وابدا اجيب السكينه كده واعمل مكعبات حسب يعني ايه القطعه اللي انا عايزاها من التوم. طب القطعه الصغيره خلاص خدي قطعتين، يعني لو هتعملي حاجه ومحتاجه فيها كميه توم مثلا زي بام الملوخيه والحاجات دي، خدي قطعتين من التوم مفيش مشكله. المهم انك تخرجي التوم ايه يا ستي احنا ما صدقنا نحطه في الكيسه. المهم خرجي منه الهواء وبطاطيه كويس كده، افرديه وخرجي الهواء زي ما اتفقنا وقطعيه مكعباته بالشكل ده. هنبدأ نعمل برضو الكمية التانية بنفس الطريقة. طيب على ما نعملها بقى بنفس الطريقة وكلنا شفناها وموضحة نفسها قوي، هقولك دي أحسن ليه من البرطمان. طيب أنا لما بطلع البرطمان من الفريزر لو أنا هطبخ وكده، فبيكون لازم تطلعيه وهو مجمد، ولازم تاخدي المكعب التوم وهو مجمد. طيب البرطمان بقى بتضطري ايه تسيبيه شويه لان بيبقى كله متماسك مع بعضه وبيغلبك شويه وانت بتطلعيه من بالمعلقه. تمام. ولكن هنا المكعب بيبقى سهل خلاص، بتكسروه بعد ما بيتجمد، بتكسروهم وتفصصوهم من بعض ويبقى كل مكعب جاهز مع نفسه. بتطلعيه زي ما انت ايه بكل سهولة، بتطلعيه بكل سهولة، يعني بتاخدي كده المكعب او اتنين زي ما انت عايزة خلاص تتحكمي فيه. ودي اسرع ودي احسن حاجة فعلا عملتها، ويا ريت تجربوها بالطريقه دي. انا عامله في البرطمانات. بصوا بالثوم انا ما عملتوش كميه واحده طبعا لان انا لوحدي اللي بقعد وبقشره فبتعب جدا من القعده. فبعمل كل يوم كده ويوم شويه، باخد شويه كده واعملهم واحطهم وافرزهم لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي. وده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، يا رب اكون عند حسن ظنكم. يا احلى واغلى متابعين، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والكومنتات الحلوه المحفزه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي.